نفسك قبل كده ليه الناس توقفك وتديك ورود في الشارع او تديك اي هديه عموما في الاغلب بترفضها، ولما ترفضها بيمنعوك وبيدوها لك غصب عنك؟ تعال اقول لك. الحكايه ابتدت مع مجموعه اسمها هاري كريشنا في السبعينات. كانوا بيدخلوا المطارات ويوقفوا الناس وبيطلبوا منهم بسنة لطافة كده ممكن تتبرع لنا. الناس كانت بتهرب كأنهم وباء. فكروا في حيلة صايعة قوي، قال احنا هنعمل رد الجميل بس بالغصب. فالعضو منهم يقرب منك ويبتسم ويحطه في ايدك وردة، يقول لك خد خد فما تاخدهاش، فيرد عليك ببرود يقول لك اسف يا فندم لازم تاخدها، احنا دي هدية ونحن لا نقبل استرجاع الهدايا. فغصب عنك مضطر فبتاخدها. اول ما بتاخدها بقى يا صديقي عقلك بيفرز ماده اسمها الشعور بالذنب، جاي من الدين الاجتماعي بسبب الورده اللي خدتها. طيب ايه اللي بيحصل بعد كده؟ بعد كده الراجل البارد ده بعدها بثانيه واحده يقول لك لو سمحت ممكن بس تتبرع لنا على الرقم اللي جوه الورده. انت بتتحط في موقف بايخ قوي، هو مش بيلعب بيك انت، هو بيلعب بعقلك اللاواعي. فكون منتبه المره الجايه وكون عارف الحركه دي عنك. يعني الناس اللي كنت بتكرهها بتدفع لها فلوس الوقت ده سبحان الله، هم مش عشان حابينهم بس عشان يخلصوا من تقل الورده اللي في ايدهم ديت، وان عليهم دين لازم يتصدق. تعال نتكلم بقى واقول لك الحركه دي اسمها ايه او العقل بيفسرها ازاي. بص يا صديقي، الحركه ديت اسمها قانون التبادل. عقلك بيفضل ما يريحش باله، بيفضل مفكر في الموضوع طول ما هو على دين لحد. لذلك لما بيكون عليك فلوس لحد بتفضل دايما فاكر، ما تقولش ما افتكرش، لا بتفضل فاكر، انت كذاب. يا صديقي بقى ان المنظمه دي جمعت ملايين الدولارات من بورده العميل بياخدها ويرميها في زباله المطار، بيرجع ياخدها تاني من الزباله ويديها للعميل اللي بعده حرفيا من الهواء. بس هنا يا صديقي لو فهمت العقل الباطل فانت كده هكرت البشريه، انت كده فهمت اي بشر يجي قدامك هتقدر تتحكم فيه. يا صديقي لما حد يديك حاجه ببلاش اهرب فورا، لان الحاجه اللي بتاخدها ببلاش او ما يسمى الجميل هو بيبقى اغلى من سعر المنتج ذات نفسه. اكيد انت عارف انا هقول ايه.